ونقترب مشاهدينا الكرام هنا في تلك اللحظة من 30 دقيقة بالفعل مرت من أحداث الشوط الأول لهذا اللقاء. وهنا لحظة طبعا يعني صافرة إيقاف المباراة بعد مرور 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من قبل حكم المباراة السيد محمد كمال ريشة. هنا مقاعد المدراء لدى فريق النادي الأهلي. يتواجد أيضا محمد طلعت، ولكن صرح لي يعني أو كما جاء لي من حسب يعني التصاريح التي سبقت المباراة بأن محمد طلعت سيغيب عن أحداث المباراة للإصابة، وكذلك هاني العجيزي، وكذلك اللاعب محمد فضل، وجilberto الذي سافر إلى إنجولا للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام منتخب جامايكا. هنا المدير الفني حسام البدري يتابع المباراة عن قرب من خارج الخطوط ويضع لمسات أخيرة. وعلى الجانب الآخر يتواجد أيضا المدير المخضرم أنور سلامة، واحد من أبناء القافلة الحمراء في فترة الستينيات والسبعينيات. وفي لحظة إيقاف المباراة يعني حكم اللقاء يعني محمد كمال ريشة طبعا سيتم تبديله، سيحل بدل منه الحكم الآخر السيد محمود جابر أحد أبناء منطقة بورسعيد وحكم من حكام دوري الدرجة الثانية. وهنا طبعا لحظة تصافح يتواجد أيضا السيد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية تتواجد هنا في ملعب المباراة في النادي المصري ببورسعيد. وكذلك يتواجد السيد محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وكذلك هنا في الصورة أمامنا السيد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بورسعيدي، الحكم الدولي الكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي المصري. هنا لحظة تكريم ستكون للحكم الدولي عصام عبد الفتاح يتواجد في الصورة، وكذلك محمود جابر، محمد كمال ريشة، والسيد محمود الشامي. وهنا لحظة تكريم يعني تذكار لدى عصام عبد الفتاح من قبل أحمد متولي نجل السيد طبعا الحاج سيد متولي رحمه الله. ولحظة تكريم هنا أمامنا في الصورة أحمد متولي يكرم عصام عبد الفتاح، وأيضا لحظة تكريم لحكم المباراة محمد كمال ريشة. الجماهير تتابع عن قرب من ملعب المباراة والقبلات والتهاني الحارة ولحظة تكريم. وهنا طبعا إهداء لكتاب الله من قبل أحمد متولي إلى حكم المباراة. محمد كمال ريشة. وهنا لاعبي فريق النادي الأهلي والتبادل التهاني وتبادل القبلات والابتسامات بين لاعبي فريق النادي الأهلي وكذلك الطاقم التحكيمي والسادة الحضور من أعضاء مجلس إدارة النادي. أمامنا على الصورة السيد دكتور محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة النادي الاتحاد السكندري وواحد من الأندية العريقة والكبيرة، رئيس لنادي زعيم الثغر. أمامنا العودة القوية لفريق النادي المصري وكذلك العودة القوية لفريق نادي الاتحاد والمنافسة كأحد الأندية الشعبية الكبيرة. حسام البدري كذلك، وهادي خشبة مدير الكرة، علاء مهمود المدرب العام، محمد يوسف المدرب، أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لدى فريق النادي الأهلي. على مقاعد المدراء